زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض النهاردة صينية سردين بلدي. طبعا هو الموسم بتاعه الأيام دي. أكلة حلوة جدا. بنعملها بطرق كتير. بنقليه، بنشويه، بنعمله صواني زي ما انتم شايفين كده. طريقته سهلة وبسيطة جدا. ان شاء الله نعمله مع بعض، ان شاء الله يعجبكم. زي ما انتم شايفين كده انا مجهزة حوالي كيلو ونص او كيلو سردين. زي ما انتم شايفين كده انا نضفته، تنظيفه سهل. بنشيل الراس وبنشيل البطن بسرعة. وزي ما انتم شايفين كده انا سايبة فيه البطروخ، وغسلته كويس جدا ونقعته بالخل ونضفته بسرعة. بس طبعا ما بيتنقعش كتير عشان ما يتهراش مننا. زي ما انتم شايفين كده انا مجهزه التتبيله اللي انا هتبلها بيه، ومجهزه كمان الخضار اللي انا هضيفه ليه: طماطم وبصل وبطاطس وطبعا ليمون وفلفل الوان. هبدا بقى ان انا اقطع البصل زي ما انتم شايفين كده، تقطيع رفيع. هبدا اقطع البصل اهو زي ما انتم شايفين اهو. وهقطع برضو البطاطس. طبعا بقطعها بسمك مش تخين قوي ولا رفيع قوي. تقطيع مناسب كده علشان ما ياخدش وقت في السوى. وهوريكم انا هعمل ايه علشان البطاطس تستوي. لان زي ما انتم شايفين او عارفين ان السردين مش بياخد وقت في السوى، بيستوي بسرعة جدا. يعني كل الحكاية بياخد نص ساعة في الفرن وبناكله بسرعة. زي ما شايفين كده هجيب البصل قبل ما اعمل اي حاجة هتبله بالملح والفلفل، وابدأ ادعكه كده بايديا، وعصرة ليمون، وادعكه كويس لحد ما يتبل معايا كده زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل بقى بالبطاطس والخضار اللي انا مقطعاه. وطبعا مقطعه فلفل الوان، ممكن فلفل حار او بارد عادي زي ما نحب. ومقطعه طماطم شرايح برضو، وبشرة جزرايه وممكن نقطعها شرايح زي ما نحب براحتنا خالص. زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. وشرايح ليمون. وهضيف في الاخر طبعا عليهم بقى زيت. طبعا زيت ذرة، زيت زيتون زي ما نحب. المهم يكون زيت كويس. وبعد كده اخدها بقى على البوتاجاز، على نار هادية كده لحد ما البطاطس تستوي. زي ما انتم شايفين كده هي بدأت تنزل سوائل اهي. لحد ما البطاطس تستوي ابدأ بقى اروح اعمل التتبيلة اللي هتبل بيها السمك. اضيف كده معلقة كبيرة من الثوم، واضيف شطة، بابريكا مدخنة، او ممكن بابريكا عادي، فلفل حلو عادي مفيش مشكلة. وهضيف كزبرة، وهضيف طبعا كمون، طبعا ده اساسي. وهضيف حاجة بسيطة جدا من الفلفل الاسود. وهضيف طبعا الملح، معلقة او معلقة ونص من الملح طبعا. ده على حسب الكمية. طبعا انا ما ضفتش ملح كتير، انا بضيف ملح بسيط جدا لان انا عايزة السمك يستوي او ما ينزلش مية، فما اضيفش ملح كتير زي ما انت شايفه كده. وهضيف عصير ليمون. وهبدأ بقى اقلب كل التتبيلة كده مع بعض. وبقى هقطع بقى عود الكزبرة ده كده، اقطعه قطع صغيرة جدا وهنزله معاهم كده. بس واسيب التتبيلة على جنب، وابص بقى كده على البطاطس اشوفها استوت ولا لا. زي ما شايفين كده هي خلاص طبعا البطاطس استوت والدنيا تمام ما شاء الله. هسيبها بقى كده لحد ما تهدى كده والدخان كده يروح منها او هي تبرد. وبعد كده اتبل السمك. هتبل بقى السمك زي ما انتم شايفين كده بالتتبيله. طبعا مش بتبله او بسيبه وقت، بس ده مجرد بس ان انا بتبله لحد ما البطاطس تبرد قدامنا. وبعد كده برصه على البطاطس. زي ما انتم شايفين كده انا سايبه البطروخ، عايزه اقول لكم بيبقى طعمه تحفه. زي ما شايفين كده البطاطس بردت. هبدأ بقى ارص السردين زي ما احب بقى بأي طريقة. هرصه كده بقى بسرعة وارجع لكم على طول. زي ما انتم شايفين كده انا رصيته بالتتبيلة بكل حاجة. وبعد كده اقطع بقى عليه شرايح ليمون، واضيف له كده حبة من زيت الزيتون، حبة كويسين كده حوالي ربع كوباية من الزيت. وبعد كده في الاخر هضيف بقى شرايح ليمون. هضيف شوية من الكزبرة الخضراء،
وبعد كده اشغل بقى الفرن عادي، الفرن من الفرن تحت عادي، مش شوايه، لا فرن عادي. وهسيبه تحت على الفرن من الارضي حوالي 10 دقايق كده، هيبدأ يغلي. وبعد كده اطلعه فوق في النص شويه. بعد كده هياخد حوالي نص ساعة مش اكتر. بعد كده هنلاقي السمك بدأ يستوي. في الاخر هنفتح له الشواية شوية 10 دقايق، هيطلع معانا. عايزة اقول لكم طلع تحفة جدا، ناكله جنب رز ابيض. عايزة اقول لكم تحفة جدا، طعمه حلو. جربوا الوصفة دي هتعجبكم ان شاء الله. يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.